السلام عليكم. نرحب بالمتابعين الكرام في الجزء الثاني من الموضوع الذي كنت قد تناولته سابقا تحت عنوان خطيب الجمعة بين الأوقاف والتوقيف. أرادوا من خطيب الجمعة أن يكون ببغاء، أن يسرد الخطبة التي كتبت من محبرة وزارة الأوقاف وأن ينصرف إلى حال سبيله. ولكن في المهرجانات التافهة لما كيصعد واحد التافه مغني تافه الى المنصه ويتلفظ بكلام نابي خادش للحياء، ولما كنحتجو تيقول لك الفن، الابداع، حريه التعبير. ياك ولد العبد، حريه التعبير، والفقيه تكمم ليه الفم ديالو. ثم ان تصعد فنانه فاسقه الى المنصه وكتعطيها الملايين ديال الدراهم تحت الرعايه، والفقيه 400 درهم. ألا تستحيون؟